الموزايك يعتبر من أقدم الفنون التصويرية. فن تقدري تعبري فيه عن مشاعرك بشكل كويس حتى لو مش بتعرفي ان انت ترسمي. انا بشتغل من فتره طويله جدا، فعملت حاجات كتير، اشتغلت في شركات كتير، قدرت ان انا اعمل مساحات كبيره، جداريات كبيره، واخدت منها خبره كويسه جدا. بعد كده مع الوقت بدات افكر في حاجه احسن الناس تشوفها بشكل افضل، فبدأت أصغر شوية من المساحات اللي أنا هستخدمها. بدأت أعمل بورتريهات ولوحات فنية، شاركت في معارض فنية كتير. الأساسي بتاعي اللي هو الموزايك، المادة الأساسية اللي أنا بستخدمها. بعد كده في الغيره الأبيض اللي أنا بستخدمه في لزق الشغل بتاعي، والتصميم والخشب اللي انا بشتغل عليه. اول حاجه بعملها ان انا بيبقى عندي التصميم، بجيب الخشبه بتاعتي، ببدا ان انا اديها الالوان زي ما انا عايزه، وبعدين ببدا انقل التصميم بتاعي او الرسمه عليه سواء بالرسم او بشفها بكربون، وبعد كده ببدا احددها بقلم عريض شويه علشان يبقى الخط بتاعها واضح، وابدا اشتغلها بقى بالموزايك. الموزايك يمكن تكلفته بتكون عاليه شويه، فمش اي حد كان بيعمل الموزايك. في بلاد كتير عندها موزايك، في ايطاليا، في تركيا، في الصين بيعملوا شغل كتير. مش حاسه ان في فرق خالص ما بين شغل المصريين واي شغل تاني بره، بالعكس احنا عندنا هنا بنشتغل شغل فني، يعني هم يمكن بيشتغلوا حرفيا. بحلم ان انا يبقى عندي جاليري ان شاء الله قريب في كل الاشكال الفنيه، مش بس الموزايك. محتاجين يبقى في معارض اكتر، مش بس معارض في مصر، لا انا نفسي يبقى عندنا معارض دوليه اكتر، نطلع بره بقى ونوري شغلنا ده بجد للعالم، عشان يعرفوا قد ايه احنا عندنا فن كبير محدش واخد باله منه.